3 مصادر للكربوهيدرات هيغيروا شكل جسمك ومجهودك في التمرين بدرجة كبيرة. ايه هو عنصر الكربوهيدرات اصلا وازاي اتجنب خطورته على جسمي لو انا دخلته في جسمي غلط؟ وايه هي ال3 مصادر اللي هيغيروا شكل جسمي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. يلا بينا نشوف. السلام عليكم. مبدئيا كده انا عايز اعتذر ان صوتي مش هيكون واضح او شكلي هيكون مرهق شويه في الكاميرا، ان انا تعبان جدا وعندي برد والبرد اتملك مني اليومين دول. بس انا هحاول بقدر الامكان الدنيا كلها تطلع كويسه والحلقه تطلع تمام وكل حاجه واضحه. لو في اي حاجه او في اي استفسار مش واضح اكتبها لي في التعليقات وانا هرد عليها ان شاء الله. النهارده هنتكلم على حلقه مهمه جدا هي عن الكربوهيدرات او النشويات. الكربوهيدرات يعتبر عنصر من عناصر 3 المهمين جدا في النظام الغذائي او في الاكل. من العناصر اللي احنا بناخدها من الاكل بتاعنا، احنا بناخد الاكل من 3 عناصر مهمة، وهي البروتين والنشويات او الكربوهيدرات والدهون. احنا النهاردة هنتكلم عن الكربوهيدرات، وهنتكلم او انا هقول 3 مصادر مهمة جدا للكربوهيدرات، وان كانت هما احسن 3 مصادر ممكن ناخد منهم كربوهيدرات من وجهة نظري الشخصية. هنتكلم عليهم النهاردة بالتفصيل، وهنعرف هما ليه احسن 3 مصادر ممكن ناخد منهم مصدر مهم زي مصدر الكربوهيدرات. تابع الحلقة للآخر لأن هي حلقة مهمة هتفيدك وهتفيد أي حد مهتم بالصحة بوجه عام. أول حاجة لازم نعرفها الأول إيه هي أصلا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يعتبر مصدر من المصادر المهمة اللي بتدينا طاقة. احنا بناخد الطاقة من الكربوهيدرات والدهون. الكربوهيدرات يعتبر مصدر من المصادر المهمة جدا اللي بتدي الجسم طاقة. يعني أنا برفع إيدي كده، أنا كده بحرق كالوريز، أو أنا كده عندي طاقة إن أنا أرفع إيدي، وإن كان أنا ما عنديش طاقة إن أنا أرفع إيدي أصلا، بس انا كده عندي طاقة ان انا ارفع ايدي. فكده يبقى انا استخدمت كالوريز او استخدمت طاقة. الطاقة دي جاية من مصدر في جسمي متخزن من الكربوهيدرات او الدهون، بس هو المصدر من المصادر اللي هنتكلم عليها النهاردة وهي الكربوهيدرات. انت لما بتيجي تاخد الكربوهيدرات من المصادر اللي هنتكلم عليها النهاردة، احنا ممكن نتكلم عن المصادر بوجه عام. المصادر بتاعت الكربوهيدرات النشويات زي العيش، زي الرز، زي المكرونة، زي الفاكهة، زي الخضار، كل دي كربوهيدرات، واحنا هنعرف انواع الكربوهيدرات النهاردة. انت لما بتاخد الكربوهيدرات فبيتخزن عندك في المخازن اللي موجودة في جسمك. هما بيتخزن في حاجتين، بيتخزن في الكبد والعضلات. غالبا بيكون 20% في الكبد و80% في العضلات. فانت لما بتاخد الكربوهيدرات وبيتخزن في جسمك فهو بيتحول للجلوكوز. الجلوكوز ده بيروح للمخ، بيخلي المخ يشتغل او اعضاء جسمك كلها بتشتغل وبتديله طاقة. فعشان كده الكربوهيدرات يعتبر من المصادر المهمة جدا للناس الحيوية او النشطة اللي بتبتدي او اللي هي عايزة تعمل طاقة او عايزة تعمل حركة. لان مصدر من المصادر الكربوهيدرات المهمة جدا وهي الكافيين او القهوة دي تعتبر مصدر من الكربوهيدرات واللي بتدي طاقة. دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تديك طاقة، فمعنى كده ان فيها كربوهيدرات. فانا عشان اشغل كل وظائف جسمي الحيوية لازم اديله كربوهيدرات، عشان الكربوهيدرات لما بيتجزئ في الصورة الابسط منه في الجسم بيتحول لجلوكوز، والجلوكوز بيروح للمخ بيشغل كل حاجة في الجسم، ومنها ان هو بيعلي هرمون الانسولين. الهرمون الانسولين اتكلمنا عليه بالتفصيل في حلقة الكرش والدهون الثلاثية. لو مشفتهاش خلص الحلقة دي الاول وروح اتفرج عليها لان هي حلقة مهمة جدا، وبنتكلم عن هرمونات مهمة جدا في الجسم. ناس كتير بتسألني هو انا ممكن اعمل عضلات من غير ما اخد كربوهيدرات؟ ممكن، بس صعب جدا. في انظمة دايت كتير جدا بتعمل منها عضلات من غير كربوهيدرات، زي البي اس ام اف، زي الكارب سايكل، زي الكيتو دايت. انا اتكلمت حلقة عن البي اس ام اف والكيتو دايت، هسيب لك اللينكات تحت في الديسكريبشن وهتظهر لك فوق على الشمال. ده انا اتكلمت عليهم بالتفصيل، ونسبة الكربوهيدرات في النظام ده قليلة جدا او تكاد تكون معدومة. ممكن ان انا اطلع عضلات من غير الكربوهيدرات، ممكن، بس هيبقى صعب جدا. فهو لا يقارن لو انا عملت نظام دايت فيه كربوهيدرات كويس، هلاقي نفسي بطلع عضلات اكتر. ممكن ما يبقاش عضل صافي جدا، بس هيطلع عضل او ضخامة عضلية اكتر من ان انا استخدم دايت في زي البي اس ام اف او الكيتو دايت مفهوش كربوهيدرات خالص. في نوعين من انواع الكربوهيدرات. اول نوع معانا وهو سريع الامتصاص، او زي ما الناس ما بتسميه اللي هو الكارب البسيط. طيب ايه هي مصادر الكارب البسيط؟ يعتبر الكارب البسيط ده زي كل انواع الفاكهة واي حاجة مسكرة، سكر، او زي المخبوزات، كل ده يعتبر سكر وكربوهيدرات بسيط. طيب ايه هي فوائده او ايه هي اضراره؟ اول حاجة، فالكارب البسيط بيعلي الانسولين بسرعة كبيرة جدا، فيديك طاقة لحظية، يديك طاقة لمدة صغيرة وبتروح بعد مدة صغيرة برضه. يعني زي انت لما تيجي
قبل ما تخش التمرين بتاخد لك حتة شوكولاتة او تشوكلت بار، ده يعتبر كربوهيدرات يديك باور في التمرين لمدة قصيرة. طب دي حاجة كويسة جدا، حاجة كويسة، بس بتروح بعد مدة صغيرة برضو. ومن الحاجات اللي مش كويسة برضو في الكارب البسيط ان هي بتتحول لدهون بسرعة جدا، يعني لو اتخزنت في الجسم من غير ما تتحرق فهتتحول لدهون بسرعة كبيرة. عشان كده في اي نظام دايت بنبعد عن السكر، وفي انظمة دايت كمان يقولك ابعد عن الفاكهة او كل فاكهة بنسب صغيرة جدا. فانظمة الدايت يقولك ابعد عن الكارب البسيط على قد ما تقدر، واستخدم الكارب المعقد او الكارب بطيء الامتصاص اللي هو النوع التاني اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. الكارب المعقد زي الرز، زي المكرونة، زي الشوفان، زي حاجات كتير جدا بطيئة الامتصاص. يعني ايه بطيئة الامتصاص؟ اول حاجة فهو بيديك طاقة على المدى الطويل. يعني انت لو جيت اخدت شوية رز او وجبة قبل التمرين، شوية رز مع شوية بروتين، هتلاقي نفسك في التمرين طاقة مديك طاقة لمدة طويلة، ممكن تقعد معاك طول اليوم. ليه؟ لان انت واكل كارب معقد بيتحرق بصعوبة، او مش بيتحرق بصعوبة، بيمتص بصعوبة، فبيديك طاقة في وقت كبير. ده غير ان هو بيرفع الانسولين عندك ببطء، ودي حاجة كويسة جدا. عشان كده هو ده الكارب اللي بنستخدمه في انظمة الدايت. طيب زي ما انا قلت في اول الحلقة ان انا هتكلم عن 3 مصادر مهمة جدا للكربوهيدرات، وهم يعتبروا احسن 3 مصادر من وجهة نظري انا ممكن استخدمهم في الدايت بتاعي. واول مصدر معانا وهو الشوفان. ال100 جرام من الشوفان بس فيه 380 كالوري، وبيدينا 66 جرام كربوهيدرات و17 جرام بروتين. حاجة كويسة جدا ان مصدر من المصادر الكربوهيدرات يبقى فيها كارب كويس 66 جرام، وفيها نسبة كويسة جدا من البروتين زي 17 جرام اللي موجودة في الشوفان. ده غير ان هي فيها 10 جرام فاتس وزيرو شوجر، ما فيهاش سكر خالص، ودي حاجه كويسه جدا. طيب ايه هي المميزات اللي موجوده في الشوفان اللي بتخلينا اقول ان ده مصدر كويس جدا للكربوهيدرات؟ اول حاجه فهو كربوهيدرات معقد زي اللي احنا قايلين ان هو بيبقى بطيء الامتصاص. تاني حاجه فهو غني جدا بالالياف. انت لما تيجي تاكل شوفان، لو جرب كده انك تاكل شوفان على الصبح على الريق او فطرت شوفان، يعني هيحسسك بالشبع. ليه؟ لان هو مليان جدا بالفايبرز او بالالياف. تالت حاجة فهو يعتبر مصدر كويس جدا للبروتين، زي ما احنا قلنا هو فيه 17 جرام بروتين. رابع حاجة فهو بيحسن نسبة مستوى السكر في الدم، فدي حاجة كويسة جدا برضو بالنسبة للأنسولين، لأن هو أصلا بطيء الامتصاص، فالأنسولين بيعلى ببطء شوية. ده غير ان هو مليان جدا بالفيتامينات زي النحاس والحديد والزنك، ومليان جدا بفيتامين بي ومغنيسيوم، وكتير جدا من المعادن موجودة في الشوفان. فالشوفان مصدر مهم جدا للكربوهيدرات، وكمان يعتبر مصدر للبروتين، وفيه فيتامينات كتير جدا زي ما احنا شايفين. فده عندنا ده اول مصدر مهم جدا للكربوهيدرات. تاني مصدر معانا للكربوهيدرات وهي حاجة اسمها الكينوا. كوباية الكينوا اللي هي بتبقى تقريبا 185 جرام فيها حوالي 8 جرام بروتين و5 جرام الياف. بس في ناس هتقولي 8 جرام بروتين ده قليل جدا. هو قليل بس كويس جدا، لان في اجود 8 جرام بروتين ممكن تاخدهم من اي مصدر طبيعي. ليه هم احسن 8 جرام بروتين؟ او يعني 17 جرام من الشوفان ما كانوش كويسين؟ لا كويسين طبعا، بس ما فيهمش كل الامينو اسيدز اللي جسمي محتاجهم. لكن ال 8 جرام بروتين اللي موجودين في الكينوا فيهم كل الامينو اسيدز، يعني كل الامينو اسيدز اللي انا باخدها موجودة في ال 8 جرام اللي انا هاخدهم من الكينوا. يعني ايه؟ احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن الفرق بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي. البروتين الحيواني مليان بالامينو اسيدز، والبروتين النباتي فيه الامينو اسيدز بس مش كاملين. وعرفنا ازاي نخلي وجبه مليانه بالامينو اسيدز بتاعتي لو انا هاخد بروتين حيواني. لو انت ما شفتش الحلقه دي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، وهتظهر لك فوق على الشمال او على يمينك انت. فال8 جرام البروتين اللي موجودين في الكينوا اللي هو مصدر للكربوهيدرات اصلا فيه كل الامينو اسيد، ده بيخليه مصدر مهم جدا للكربوهيدرات، وفي نفس الوقت مصدر مهم برضو للبروتين حتى لو كانت عدد جراماته قليلة، بس فيه جودة البروتين اللي فيه عالية جدا زيها زي البروتين الحيواني. ده غير ان مليان بالفيتامينات والمعادن زي المغنيسيوم والمنجنيز والفسفور والحديد، فدي حاجة كويسة جدا. هيبقى فيها فيتامينات وهيبقى فيه البرد مقصر. هيبقى فيه فيتامينات وهيبقى فيه بروتين كويس، وهيبقى مصدر كربوهيدرات. فده يعتبر مصدر مهم جدا لكل تقريبا الفيتامينات او كل العناصر الغذائية اللي جسمي محتاجها من مصدر واحد بس. طيب في حاجات تانية ممكن في الكينوا تميزه عن اي مصدر تاني؟ اول حاجة فهو مصدر مهم للاكسدة، فبيرفع المناعة بتاعت الجسم وبيقاومها ضد اي امراض جاية من بره زي البرد اللي عندي ده.
تاني حاجة فهو غني جدا بالالياف زيه زي الشوفان، فبيحسس الجسم بالشبع. تالت حاجة يعتبر هو جلوتين فري برضو زي الشوفان، بس انا نسيت اقولها في الشوفان، فالناس اللي عندها حساسية منها ما تقلقش تاكله عادي. خامس حاجة يعتبر برضو من الكربوهيدرات المعقدة اللي احنا قلنا عليها بطيئة الامتصاص، ودي حاجة كويسة جدا او اللي انا بدور عليه. وسادس حاجة فهو بيحسن جدا من الميتابوليزم اللي جسمي بيعملها، فبالتالي مش هيخزن دهون بسهولة. كده يبقى انا قلت مصدرين من المصادر المهمة جدا للكربوهيدرات. فانت لو جيت اخدت بالك من المصادر اللي انا بقولها فيها كمية محترمة من الكربوهيدرات وفيها كمية محترمة من البروتين، فانا المصادر دي انا ممكن اخدها عشان ابني بيها عضلات. الكربوهيدرات عنصر مهم جدا عشان ابني بيه عضلات. لو انا رايح التمرين او انا بلعب جيم، فعنصر الكربوهيدرات مع البروتين مع الدهون الصحية التلاتة لازم يكونوا موجودين في الدايت بتاعك. لو انت عايز تتقدم في اللعبة اللي انت بتحبها او كرياضة، لازم تستخدم الكربوهيدرات والبروتين والدهون في الدايت بتاعك. من ضمن السلبيات بتاعت الكربوهيدرات اللي الناس كلها بتخاف منها، هو انا ليه باكل كربوهيدرات قليل، او ليه في انظمة ما فيهاش كربوهيدرات اصلا. الكربوهيدرات لو انت استخدمته غلط هيجي ضدك. طيب انا استخدمه صح ازاي؟ لازم اعرف انا احتياجي في جسمي كام كربوهيدرات، يعني انا ادخل كام كالوريز كربوهيدرات في جسمي عشان ما اخدش سلبيات الكربوهيدرات واخد فايدته بس من حيث الطاقة او ان انا اتقدم في تمريني. انا لو اخدت احتياجي بس من الكربوهيدرات مفيش اي دهون هتتخزن عندي. طيب لو انا اخدت اكتر من احتياجي للكربوهيدرات، الاحتياجي او الاكل الزيادة اللي هيبقى داخل جسمي ده هيبقى مفيش طاقة تحرقه، فهيتخزن في الجسم على هيئة دهون ومية. عشان كده هتلاقي معظم الناس بتزيد في الوزن ممكن من الكربوهيدرات، تقعد تاكل في عيش، تقعد تاكل في حلويات، في سكر، ده كله كربوهيدرات وبيتخزن على هيئة دهون ومية. فانا لازم استخدم الكاربس كويس جدا، اعرف انا جسمي محتاج قد ايه من الكربوهيدرات ادخله في جسمي عشان احرق اللي انا دخلته وما يتخزنش على هيئة دهون. تالت مصدر معانا من مصادر الكربوهيدرات المهمة جدا وهي الرز. ال100 جرام رز فيه 7 جرام بروتين ونص جرام فاتس و81 جرام كربوهيدرات. الرز غني جدا بالفيتامينات والمعادن زي فيتامين د والكالسيوم والفايبرز والحديد، فدي حاجة كويسة جدا برضو ان هي تكون موجودة في مصدر من مصادر الكربوهيدرات. طيب ايه هي المميزات اللي موجودة في الرز؟ رقم واحد فهو بيديك طاقة كبيرة جدا ممكن تمشي بيها يومك كله، ده عشان فيه كمية كربوهيدرات محترمة. تاني حاجة بيقدر ان هو يتحكم في ضغط الدم. رقم 3 فهو بيمنع من السرطان. رقم 4 برضه هو مضاد للأكسدة، ده معناه ان هو بيعلي المناعة من الأمراض. رقم 5 بيحمي المخ من الزهايمر. ورقم 6 بيحسن جدا من صحة القلب. ورقم 7 معانا برضه يعتبر من الكربوهيدرات المعقدة، فدي حاجة كويسة جدا، وأصلا احنا بندور على مصادر الكربوهيدرات اللي تكون معقدة. كده احنا عرفنا 3 مصادر مهمين جدا من وجهة نظري، هم أهم 3 مصادر ممكن استخدمهم في الكربوهيدرات. ممكن نتكلم في مصادر تانية للكربوهيدرات لو حد عايز ينوع، واحنا قلنا ان اهم حاجة التنويع في الجسم. عندنا البطاطا تعتبر من الكربوهيدرات، البطاطس من الكربوهيدرات، عيش الشوفان يعتبر من الكربوهيدرات. هو جميع انواع الخبز تعتبر كربوهيدرات، بس نبعد عن العيش اللي مصطنع، نحاول ناخد العيش البلدي او العيش الشوفان، وبرضه ما نكترش فيهم عشان يعتبر العيش بيعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. طيب امتى ناكل الكربوهيدرات؟ في اشاعة او في خرافة بتقول ما تاكلش كاربس او ما تاكلش اصلا قبل النوم، عشان الاكل بيتخزن عندك وهيتخزن على هيئة دهون ويحبس مية والكلام ده. لا، انا بقولك كل كاربس او كل اي حاجة في اي وقت زي ما انت عايز، طالما عدد السعرات بتاعتك اللي انت عايز تدخلها. يعني انا واحد دلوقتي ما بعرفش اكل غير، يعني ما بعرفش انام غير لما اكل، انا باكل قبل ما انام على طول، تمام. وفي احسن فترات ليا في الجيم او في الترانسفورميشن اللي عملتها كنت باكل قبل ما انام. الكوتش بتاعي كان بيقول لي كل براحتك، لو عايز تاكل قبل ما تنام كل، ووصلت النتائج كويسة جدا. فطالما انا عارف عدد السعرات بتاعتي اللي انا ادخلها ايه بالظبط، اكلها في اي وقت زي ما انا عايز. اهم حاجة تبقى في السعرات او في الرينج المحدد ليا اليومي. طيب انا اكل قد ايه كربوهيدرات؟ والله تاكل كربوهيدرات على حسب الهدف بتاعك. يعني لو انت عايز تنشف او تخس، فانت لازم تقلل من السعرات بتاعتك من 500 ل 1000 كالوري، وعلى حسب بقى انت تاخد كام في المية من الاجمالي السعرات الحرارية بتاعتك كربوهيدرات. بس هي بتتراوح في رينج من 20% ل 40% من التوتال كالوريز بتاعتك بتبقى كربوهيدرات. طبعا ده بعد ما تنزل العجز السعرات بتاعتك من 500 كالوري ل 1000 كالوري. طيب لو انت عايز تبلق او تكبر يعني عضلاتك،
فده معناه ان انت هتاكل اكتر من السعرات الحرارية بتاعتك اللي بتدخلها في جسمك في الوقت الطبيعي. لا، ده انت هتاكل بنسبة كبيرة قوي من الكربوهيدرات، ممكن توصل معاك من 60 ل 70% من توتال من عدد السعرات او من عدد الكربوهيدرات الجرامات اللي انت كنت بتدخلها في الوقت العادي او في وقت التنشيف. يعني لو انت بتاكل 100 جرام مثلا كربوهيدرات، لا انت ممكن تزودها ل 300 400 كالوري من الكاربس، او 300 400 جرام من الكاربس، طبعا على كل جسم واحد وعلى حسب وزنه. بس احنا بنتكلم كنسب، يعني هي ممكن توصل من 60 ل 70% لو انت عايز تبلك، بس اهم حاجة يبقى بلك نضيف. فاحنا بناكل كارب نضيف، يعني مثلا الرز ما يتعملش بزيت او سمنة، لا يتعمل بسمنة بلدي او يتعمل مسلوق، وهكذا. ناكل كارب نضيف عشان ناخد على قد ما نقدر عضلة نضيفة طالعة، مش عضلة فيها مية او مخزنة حاجات دهون محطوطة وسط الاكل واحنا مش حاسين. بس كده احنا اتكلمنا كل حاجة تخص الكربوهيدرات. لو في اي استفسار عندك اكتبولي في الكومنت، هسيب لك لينك التيك توك والانستجرام تحت في الديسكريبشن. لو في اي سؤال اسألوني انا هرد عليك ان شاء الله. ودمتم في رعاية الله.